صح شربتكم الناس كل مرحبا بكم كالعادة في برنامج ايكو سبور اللي تعدى على ايكو تي في أول تلفزة ديجيتال في تونس. أنا معكم أحمد الشرقي كالعادة ضيف من ضيوفي كما الضيوف اللي تعدوا في الحصص اللي فاتت. الحمد لله الحصص الاثنين تعدوا لاباس. توا عندي ضيف الحقيقة سبيسيال برشا، ضيف نتصوروا الناس اللي عندها ذاكرة قوية وذاكرة هكا في الكورة كاباسيتي ما شاء الله، ضيف يش يفرحوا به برشا. والضيف هذا انا راني عندي مده معناتها هكا نتحايل فيه. تو الحمد لله قبل ما في رمضان على الاقل حصلته معنا لاعب الكبير، لاعب النادي الرياضي الصفاقسي السابق سفيان ساسي. مرحبا بك سفيان. مرحبا بك بو حميد. مرحبا بك خويا، بارك الله فيك وشكرا على قبول الاستضافه. لا محاله انا كما قلت تويكا قعدت مده وانا يا سفيان الحمد لله خويا لقينا فيك وقت، وان شاء الله نعديو ايميسيون مزيانه معلومات وثم برشا كواليس باش نكشفوها انا وياك وبرشا اسرار. الناس اللي هما يتبعوا فينا في الحلقه هذه نتصور مش يعملوا تفرهيده ومش يعملوا دوليشه كما نقولوا احنا مع نوستالجي، وان شاء الله نعديو ايميسيون مزيانه سفيان. تحيه لكل معناتها مشاهدين ايكو تي في المولود الجديد. نهنيو العباد الكل بهذا المولود، نتبع فيكم، حضرت على التيزينك نتاعكم، حضرت على ليزيميسيون، سمعتهم الكل. برافو يعطيك الصحة ابو حميد. كيفاش تحبني ما نجيكش ابو حميد؟ ابو حميد راهو العباد تسمع فينا، نعرفك 4 سنين عمرك هكا. صحيح. انا ولد حومه صحيح، ولد حومه. دونك يشرفني اول حاجه باش نكون اليوم متواجد معاك انت بالذات، واليوم في ايكو تي في. دونك عندي برشا ما ظهرتش، دونك يشرفني اني اليوم نكون نرجعوا شويه للإيماج، نرجعوا شويه للتلفزه، نرجعوا شويه زاد كيف باش العباد تسمعنا للزمن الجميل، للناس اللي تحب تتفرج شويه وتعيش دي مومون نوستالجيك. هو راهو الناس تويكا حتى يتفرجوا فينا كي انت قلت كلمه 4 سنين باش نقول لك شنو الحكايه. مش نوضح انا سفيان انت كنت تسكن في باب حر وانا درجتي في باب حر. دونك انا من عام 89، دونك 93 94 95 كي كنت انت تترانا انا نثبت معناتك تطلع على العماره وطابت وماشي ترانا وراجع من لونطريمون. دونك شوف الايامات كيفاش تجري. جاء الوقت اللي خويا وليت نحاور فيك وليت تسال فيك، وراه خويا راه نقول لك راه العمر لا ينطال على الحاجب. خويا راه انت خويا الكبير بيستر محلاها الدنيا. شوف الصغير يكبر، ديما نقول لهم انا ديما الصغير يكبر، وماذا بيكم ديما المعاملات مع الصغار ديما اغزروا لها القدام. راهو اليوم تخليه صغير غدوه تلقاه كبير قدامك. لازم المعاملات تكون ديما طيبه مع الصغار وتفرح بهم. اليوم هو الروتور تاعنا محليه مع بعضنا. انا فرحان برشا اني اليوم انت بالذات اليوم باش تحاورني. اي مش نحاورك شويه ونغسورك شويه. انا فما حتى مشكله، وراو اللي نعرف عليك معناتها راهو تعطينا الحقائق الكل وتعطينا صار وما صارش خاطر كومام. انا ديما شو نقول ثم معلومات الناس تعرفها عاديه. تو تجي تدخل ويكيبيديا تكتب مثلا سفيان ساسي، تكتب احمد شرقي، تكتب اي حاجه، تكتب يعطيك. اما فما دي كوليس اللي ما يلقاهاش في ويكيبيديا وما تلقاهاش في الانترنت، يلقاه الشخص اللي هو كان ان اكتور في الموضوع. دونك وسيرتو انت معناتها كيما نقولوا لعبت قبل في التسعينات. دونك حتى قبل ما كانش فما الفيسبوك والانستغرام ولا باساسيون تاع لي زانفورماسيون ما كانتش توصل في ساعه. دونك ثم ناس تويكا يمكن يقول لك نحب نتفرج على ماتش نادي صفاقسي واولمبي الباجي 4 سنين يمكن ما يلقاهاش. دونك انت لهنا دورك باش تعطينا المعلومات، تعطينا الكواليس. وبيان سير راهو سفيان عندك محبه خاصه خاطر تذكر الناس كما قلت لك انت بالتيتروات وبالكوره وقت كانت مزيانه. انا مش نمشي معاك توا وتنطلق الرحله سفيان. تنجمش تقول لي شكون اللي غرمك بالكوره؟ معناتها شكون اللي هو جاء قال سفيان ساسي نشوف فيه اللي هو باش يكون لاعب؟ باهي اول مره مش نحكيها الحكايه هذه. انا العائله نتاعي كلها عائله معناتها كوارجي. الوالد نتاعي الله يرحمه كوارجي، عمي علي ساسي الله يرحمه كوارجي، عموماتي زوز كانوا يلعبوا زوز في تروازيس ملعب الصفاقسي اللي هو محمود وعمر زاد كيف كانوا يلعبوا في الملعب الصفاقسي. دونك العائله الانفيرونمون اللي عايشين فيه انفيرونمون تاع كوره. لكن كنت ناجح في قرايتي. الحاجه الوحيده اللي كانت معناتها غرمتني وخلتني نجي للسي اس اس نتذكرها كي توا معناتها اندي كليك، انك تامن بالحلم نتاعك. كيفاش تامن بالحلم نتاعك؟ وهذا الكلام موجه للصغار اللي موجودين اللي يتفرجوا علينا ويسمعوا فينا توا، انك كي تحب توصل للحاجه راك توصل لها. انا نتذكر مع الوالد نتاعي ثم دوره كانت دوره نتاع المرحوم الهادي شاكر
هزني باش نتفرج عليها. النادي الصفاقسي هز الكوب وانا حبيت نتصور بالكوب هذايا في ملعب الطيب المهيري وقت كانوا لي فيستير من الشيره الاخرى معناتها مش من شيره معناتها من شيره السكه، كانوا من جهه توا لي زانكس اللي نتريناو فيهم المعبيه. ما خلونيش ندخلوا فهمتني ولا بون بعناء وكذا. دخلنا باش انا تصورت، عندي تصور توي لحد الان معناتها يكون عمري 10 سنين ولا حتى اقل باش تصورت بالكوب هذا. وقعدت خرجت للوالد نتاعي الله يرحمه قلت له شفتوا انا الكوب هذا باش نتصور به حتى كلمه هكا باش نتصور به ومش نجيب ما خير منه وما نسنوش نلعب في التيران هذا فهمتني. معناتها برشا كيفاش نقول شو برشا ايمان معناتها برشا ثقه في النفس. وهذاك اللي خلاني معناتها باش معناتها حبيت الكوره من انا صغير. نلعب في الكوره في الحومه، تعرف انت الحومه احنا قبل نلعبوا في الحومه في برشا بلايص فهمني ولا. كنت معناتها متربي في درجتي في طريق المطار وبين باب بحر وكل شيء، نكوروا في باب بحر في قاليا قبل تتذكر وكذا، ولا نكوروا زاد كيف في طريق المطار في الواد غاديك الناس الكل وفي الحومه. دونك العائله كرويه، الماتشات ديما موجودين، تكمل القرايه لازم هيك تروح الكوره، تخرج من كيف زاد كيف سبت وحد زاد كيف ثم كوره. دونك خليت غرامي بالكوره. لكن الحاجه الوحيده العائق الوحيد اللي خلاني زاد كيف على الاول لقيت صعوبات في الكوره انا القرايه نتاعي. وعمي كان يراني معناتها تخيل انت عمي يراني وانا مانيش معناتها يبعدوني على الكوره ما يخلونيش باش نترين معناتها يزوني كان في الصيف باش نترين طريف ترجع للقرايه ارجع لقرايتك فهمتني ولا. من بعد باش انا كبشت قلت لهم قرايه وكوره، بعد قلت لهم يا قرايه يا كوره، قالوا لي كوره وقرايه معناتها لهنا سي. ومن غاديك كانت الالتقاء معناتها الانطلاقه نتاعي شويه لحقت على المينيم ومن بعد كمل كادي وانا مشينا جونيور والمراحل هذيك. نعم مع المدربين كانوا معناتها كان اول مدرب يذكروش اسمه. انا نتذكر بالطبيعه ترينيت عند برشا مدربين، ترينيت عند سيكانيش، كنت عند المرحوم حميده سلام الله يرحمه وينعمه، ترينيت زاد كيف عند سي صدق المساكني الله يرحمه وينعمه، ترينيت كيف عند سحسونه بالغيث اللي هو معناتها كان معنا في الليكادي وبعد طلع معنا للسينيور وهزينا معاه الدوبلي معناتها العباد جينيراسيون هذه مهمه راهي الكلمه هذه. اما ثم جينيراسيون اونترونير راناها كيما هي طلعت تيجي يوصل معها راهو للسينيور ونعطيو معناتها حق نتاع مدربين اللي يجم تكون معناتها باب السينيور مفتوح ليهم من نهار اخر معناتها الكلمه هذه ماذا بين المسؤولين معناتها ياخذوها بعين الاعتبار معناتها يكون باب محلول لبرشا مدربين. زاد كيف ترينيت عند سي حبيب الجربي، سي حبيب الجربي نقدم له تحيه. ترينيت عند زاد كيف برشا مدربين. رانا زاد كيف لحقنا الاكابر عند سي فتحي الدرقاع زاد كيف مدرب كبير زاد كيف وصنع برشا ملاعبيه فتحي الدرقاع من بعد بار لا سويت. دونك هذوما اللي نذكرهم توا حاليا معناتها. ودرينت عند مهم جدا في الجونيور عند جمال الدين العيادي، علمنا برشا كوره جمال الدين العيادي معناتها تحيه. جمال الدين العيادي كان ان دومي معناتها في النادي الرياضي الصفاقسي من لي دومي اللي نجم نقول لك احنا اللي خلى البصمه نتاعو في النادي الرياضي الصفاقسي ولعب مع جينيراسيون معناتها مع اسطوره محمد العقربي فهمت. لكن الجينيراسيون هذيك معناتها برشا ملاعبيه راهي ما تذكرتش وما اخذتش حظها وما اخذتش اسمها فهمتني. دونك وسامحني كان نسيت اي مدرب اخر تو هكا وليد اللحظه. لكن هذوما المدربين اللي علمونا كوره سي تري امبورطون. راهو فرق انهم كانوا مدرسه وعلمونا الكوره وعلمونا الاخلاقيات تاع الرياضه والاخلاقيات نتاع الكوره. معناتها كانت نادي الصفاقسي راهو مدرسه اخلاقيه ومدرسه كرويه سي تري امبورطون. وتعلمنا الانضباط في النادي الرياضي الصفاقسي سي تري امبورطون. الانضباط راهو هذه حاجه مهمه. راهو شفت الانضباط هو اللي يخليك توصل، ما غير انضباط راهو ما عندك فين توصل. والعقليه العباد تفهم. انا ساعات نجي نحكي مع عباد نقول لهم راهو ثم ناس لعبت كوره خير مني عندهم دي كاليتي اينورم، لكن علاش ما وصلوش؟ لانهم المونتاليتي نتاعهم فيبريل تلقاها معناتها مونتالمون ماهوش قوي. لانه الكوره لازم صحيح يلزمك برشا ضغط، تيق الضغط تيق البريسيون وتيق برشا زاد كيف تكون مركز برشا وزاد كيف الانضباط. اهم حاجه اهم كلمه هي الانضباط. تكون لاعبي منضبط باش تنجم توصل باش تتعدى الباليه واحد اخر باش يتفتح لك الباب السينيور. وسيرتو حاجه مهمه للملاعبيه الصغار انك اليوم راهو 18 19 18 19 سنه لازم تكون عندك ساق في ليكيب سينيور. اذا ما حطيتش ساق في ليكيب سينيور راهي مشكله كبيره برشا. ومن بعد كنت حبتوا نرجعوا
زاد كيف الملاعبيه، عمليه تسويق ملاعبيه برشا دي نوايو تهلك في النادي الرياضي الصفاقسي في ليزيسبوار. دو نوايو مشاو حرام، اليوم كانوا يجموا يوظفوهم ويعطيهم الجمعيات اخرين ويستغلوهم ونرجعوا نستغلوهم في النادي الرياضي الصفاقسي. دونك هذه الاحداث اللي خلتني اليوم كنت موجود في النادي الرياضي الصفاقسي. في سن 18 سنه طلعت. اي 18 سنه. 18 سنه طلعت على يدين دي زونترونور. نتذكر سي اس تعديت بمرحله صعيبه برشا في التسعينات. دونك لا جينيراسيون اللي كانت موجوده معناتها برشا ملاعبيه، ساير برشا مع المرحوم البريزيدون سي اسماعيل بخلوطي الله يرحمه وينعمه. كانت مرحله صعيبه ياسر، رغم انه اعطى النادي الصفاقسي مرحله ما كانتش فيها معناتها برشا فلوس. النادي الصفاقسي كنا نباتوا في المركب نتاع النادي الصفاقسي تو زاد كيف المركب طريق المطار. برشا ملاعبيه جات من برشا بلايص فهمتني ولا، وعنده النادي الصفاقسي. لكن النادي الصفاقسي خسر شويه الاديان نتاعو، خاطر في الوقت هذاك برشا ملاعبيه خرجت معناتها كانوا متواجدين، شكري طرابلسي، الحبيب التونسي، جلال الهوش، فؤاد الدرقاع، برشا ملاعبيه. ومن بعد بدات تتبدل صحيح، بدات تتبدل برشا معناتها نوايو تبدل نتاع النادي الصفاقسي. سي وقت اخذها نتذكر سي منجد الهوم معهم كيف زاد سي جمال الدين العيادي والحبيب والحبيب لا سي معهم نتذكر مع سي الحبيب الجربي. ومن غادي رجعنا بيك برشا رجعت على نتذكر صحيح ما نساش العباد هذوما احداث لازم نتذكرها. ومن غاديك النادي الصفاقسي بدا يلوج على نوايو جديد هذا يلقاه في اللي جينيور ولي زيسبوار نتاع النادي الصفاقسي. جينيراسيون جديده بدات طلع نتذكر سرحان المناعي ربي يشفيه، طلع كيف نادر الهبيري، طلع اسكندر السويح، وبدينا نطلعوا احنا في جرتهم برشا ملاعبيه. دونك بدا يتكون نوايو لين جا المدرب عمر الذيب اللي هو صنع معناتها نجم نقولوا احنا هيكل نتاع جمعيه جديده، بدات نظام جديد، خدمه جديده، بدات بشويه. ومن بعد صارت المرحله الانتقاليه وقت جاء فيها باولو روبيم المدرب البرازيلي باش تحول النادي الصفاقسي للالقاب. وبدينا بشويه هذوما من بعد تو نطرقوا لهم شويه. عطينا معناتها توا حسب ما حكيت كما قلت انت علاش دي 18 بدا سفيان ساسي في السينيور نتاع النادي الصفاقسي، ومن غادي بدا الكارير. تجيش تقول لي مثلا سفيان كاول ماتش في كاريرك كيفاش كان ومع شكون وضد شكون؟ والله شوف اكزاكتومون ما نذكرش بصراحه معناتها والله اول ماتش 18 نتذكر انا حاجه برك انه الماتش هذايا مع عمر الذيب يظل ضد الاتحاد المنستيري. ودخلت نتذكر فيه ثمان اتاكون لعب في النادي الصفاقسي عساف خليفه. جا ما نعرفوش برشا عباد يمكن نسيت الاسم هذايا. جا عساف خليفه ومن بعد جا مراد جحمون. برشا ملاعبيه جزيريه لعبوا في النادي الصفاقسي، وتحيه الاخوه الجزيريه معناتها يمكن يتفرجوا على ليميسيون هذه. برشا جزيريه جاوا ولعبوا في النادي الصفاقسي وعاونوا النادي الصفاقسي. مع عمر الذيب كان اول ماتش دخلت وخليت البصمه نتاعي الماتش هذاك، وقلبنا الطرح وكنا خاسرين يظل وربحنا، رجعنا في الطرح من الاول جديد. دونك نتذكر عندي تصور لحد الان فهمتني مع مدرب كبير عمر الذيب. لازم تعرف عمر الذيب علمنا العزيمه، علمنا الكوره، علمنا برشا حوايج فهمتني ولا. كانت عنده برشا كلام مزيان برشا في الفيستير معناتها نقولوا احنا يعمل لا موتيفاسيون برشا للملاعبيه. وطريقه التكتيكيه نتاعو كانت ياسر طياره، خليت برشا ملاعبيه صغار تعمل لادابتاسيون نتاعهم رابيد مع المدرب هذايا. والنادي الصفاقسي نجم نقول النواه نتاعو تكونت على ايدين عمر الذيب قبل الدوبلي. معناتها صغار طلعنا برشا ملاعبيه صغار. لكن احنا التكوين صار معناتها لازم تفهموا قبل ثم ليكيب ريجيونال. النادي الصفاقسي كانت قبل ما تمشي لليكيب ناسيونال في الجونيور ثم ليكيب ريجيونال. ليكيب ريجيونال سي كريم الجابسي وبرشا مدربين. دونك يختاروا ملاعبيه من النادي الصفاقسي، محيط القارقني، صفاقس لوي سبور صحيت، وملعب الصفاقسي اللي برشا جمعيات رانا خسرناهم في دونك اليوم من غاديك تتكون النواه هذيك، ومن بعد تصير السيليكسيون كيما احنا بري سيليكسيون، ومن بعد برشا ملاعبيه تمشي للمنتخب الوطني التونسي. ومن غاديك معناتها خذينا المنتخب الوطني التونسي فهمتني ولا للاواسط كنا متواجدين، ومن بعد تواجدنا في المنتخب الوطني الاولمبي. دونك من غاديك بدات النواه تظهر. من غاديك النادي الصفاقسي كانت عنده استحقاقات في البطوله التونسيه وعنده ملاعبيه فهمتني، وثم ظرف مادي صعيب في النادي الصفاقسي. دونك عمل على اولاده
كلمه مهمه انك اليوم تعمل على اولادك، وتلقى في البيبينيير نتاعك عندك ملاعبيه. دونك الملاعبيه هذوما اللي بنى عليهم نادي الصفاقسي من بعد الدوبلي مع استرجاع ملاعبيه خبره، معناتها ملاعبيه صغار مع ملاعبيه خبره. اليوم تكونت معناتها الالشيمي نتاع السي اس اس بين الخبره والطموح معناتها حاجه بالرسمي معناتها نقولوها احنا كلام خبره وطموح. انا يشرفني اني اليوم لعبت مع ملاعبي اسمه الحبيب التونسي، مع ملاعبي اسمه شكري طرابلسي، فهمتني ولا؟ لحقت على السحبي السبعي، فهمتني ولا؟ معناتها لعبت مع السحبي السبعي. لعبنا مع ملاعبيه معناتها كبار في نادي الصفاقسي، مراد الرنان، لعبنا مع دكدوك، معناتها مع ملاعبيه معناتها كانوا متواجدين معناتها نتفرج عليهم. واليوم لقيت روحي نلعب معاهم كوره ومعناتها وهما موجودين معنا وننزلوا على التيتروات. لا بالطبيعه اليوم انت اليوم معناتها نادي الصفاقسي اليوم كفريق معناتها يحب اللعب الجميل، فهمني ولا؟ اليوم صغار صحيح نعرفوا نكوروا ما غير احاطه، فهمني ولا؟ في الفيستير ما غير احاطه. اليوم زاد كيف في الملعب مع ملاعبيه كبار باش تزيدك من خبرتها وتزيدك معناتها من الاكسبيريونس نتاعها نتاع الكوره اللي خلاتنا اليوم معناتها نادي الصفاقسي في 94 95 معناتها من احسن الفرق الموجوده، خلينا نقولوا احنا على المستوى الوطني معناتها. خاطر احنا كي نحكيو على المستوى الوطني احمد ما تذكرش عن المستوى الوطني اليوم كي نقارن بطوله 94 95 مش خاطر لعبنا فيها، كي تحكي على حمام الانف قوي، تحكي على قروان قوي، تحكي اليوم على بنزرت قويه، تحكي كيف على بيجا قويه، تحكي اليوم على ترجي زرزيس قويه، تحكي على كيف مستقبل جيبسي ولا زليزه كيف كل شيء معناتها ملاعبيه معناتها تو ما وصلنا معناتها الكلوب افريكان والاسبيرونس والليتوال معناتها لي كونكيرون ديريكت. اليوم معناتها كانوا ملاعبيه ياسر ملاعبيه كبار ياسر معناتها اسامي كبار ترعب معناتها حتى بلاصه في المنتخب الوطني التونسي معناتها بدمها باش تمشي في المنتخب باش النادي الصفاقسي معناتها وتلعب صغير معناتها تلعب صغير في وسط ملاعبيه كبار معناتها كيلك سوا انت في النادي الصفاقسي ولا تلعب. انا نلعب ضد المحايسي اول كره خذيتها واحد كل شيء عنده لابس صبات نتاع كوره تقول دراغولا عرفتك اللي صبات حديد فهمني ولا؟ اول كوره مازال قال لي تقرب تجري لهنا طاف عطاني فهمني ولا؟ يا ودي تحيه لطفي المحايسي تحيه ليه سان جرون ميسيو في وسط التيران خلينا نقولوا احنا ديفونسور كبير ياسر فهمني ولا؟ معناتها تتفرج عليه في التلفزيون تلعب ضده وتحب انت معناتها احنا نقولوا بلغه الكره تعرق معناتها تهرب به ولا تهزه ولا تتعداه وكل شيء. سي با فاسيل باش تتعدى بملاعبيه كبار اليوم كيما توفيق اللي يشري كيما علي بن ناجي كيما فهمتني ولا مرحوم بالرخيصه كيما اليوم تتفرج كيف على محايسي فهمتني ولا؟ دونك ماهمش ملاعبيه ولا دي جارديان دي جرون جارديان فاس شوف هي حلمه والله حلمه احمد هي الكره حلمه انك تصير ريكونفيرسيون انك كنت تتفرج عليهم في التلفزه ميم انت ملاعبي فهمتني ولا؟ وبعد تلقى روحك في التيران مع ملاعبيه خالد بن يحيى تلقى شكري الواعر تلقى ملاعبيه كبار فهمت تلقى عبد الهمامي تلقى دي جارديان معناتها كبار برشا مش تماركي لهم ولا مش تلعب ضدهم ولا لا. انا كنت نلعب معناتها القدام اتاكون معناتها باش اليوم باش تتعدى بين ديفونسور ولا تماركي فوز دي ديفونسور كيما هكاك ساعات تماركي بونت وما تصدقش تقول انت كيفاش معناتها خاطر كيما صغير وما زلت تكتسب في الخبره وتلعب ضد ملاعبيه كبار ياسر باسمهم في المنتخب باسمهم معناتها في ليزيكيب نتاعهم فهمتني ولا؟ دونك اليوم محجوبي زاد كيف فهمتني ولا؟ محجوبي معناتها تشوف عباد معناتها دي جرون ميسيو نقول انا في وسط الكره التونسيه. معناتها توا سفيان بالاسامي هذوما وباللي كنت توا تحكي على الاحداث وعلى الماتشوات وعلى الجمعيات الكبار السؤال يطرح نفسه معناتها نادي صفاقسي وقتها انت معاهم في الدوبلي شنو اللي كان يميز نادي صفاقسي على بقيه الفرق باش النادي الصفاقسي يكون عنده دوبلي؟ بيان سور نحكيو على الكاليتي معناتها ما شاء الله في الجمعيات الكل تحكي على معناتها دو تيتر موش شامبيونا وموش كوب دونك لهنا المهم سيرمون متاكد 1000% فما نقشات فما اسرار فما حاجات خلاتكم تكونوا تهزوا دوبلي. ونعرف اللي كملتوا 38 بوان وكملت في بالي لاسبيرونس ولا ليتوال 37 1 بوان. الماتش الاخراني نتذكر ربحتوا فيه في بالي باجا في بالي الماتش في بالي خسرنا القروان نتذكر هنا في صحيح بعديك في بالي ربحتوا باجا. دونك هنا اوكي ليفيكتيف ما شاء الله اللي كنت تسمي فيه انت ما زاد لي زوتر افكتيف اللي موجودين في الجمعيات باش النادي الصفاقسي ياخذ دوبلي مش استنقاصا في النادي ما ثم حاجات اسرار كواليس نحبوا تويك سفيان تعطينا
شويه هكا كوليس. اول حاجه النادي الصفاقسي قبل ما نحكيو على الملاعبيه، شكون جاب الملاعبيه وكيفاش كون الملاعبيه. دونك المسؤول اليوم مش نحكيو على المسؤول. المسؤول هو الرئيس النادي الصفاقسي ربي يطول في عمره السيد عبد العزيز بن عبد الله. خدم خدمه كبيره برشا اليوم في النادي الصفاقسي في الوقت هذاك، واستقطب برشا ملاعبيه فهمتني ولا جابهم معناتها وخلاهم مرجح. نتذكر سامي شعبان كان موجود معنا في عامة الدوبلي، لكن ليفيكتيف ما كانش ريش، ما كانش برشا ملاعبيه معناتها. كانوا نقولوا احنا 13 موجودين ديسبونيبل للمدرب معناتها كي تضرب ملاعبي ولا يخرج ورقه ملاعبي معناتها موجود. كان زاد كيف من الملاعبيه اللي طلعت معنا زاد كيف لحقت علينا طارق سالم وزبير السافي معناتها من الملاعبيه اللي لحقوا معنا، وصغار معناتها صغار مازالوا صغار وكل شيء صغار في العمر لكن كبار في اللعب فهمني ولا. اليوم ليفيكتيف في 13 ملاعبي، 13 ملاعبي ماكسيموم. 13 ملاعبي كانت فيهم روح برك عبد برك. احنا معناتها اليوم كي نهبطوا للماتش ولا مش نحكيو ليله ماتش ولا شخص برك مانيش 11 ملاعبي هابطين نلعبوا معناتها. ثم عزيمه، ثم وحده تاع الناس الكل، ثم لويوتي بيناتنا برشا الملاعبيه. واليوم كي نحكيو الطرح هذا لازمنا نجيبوه، رانا نجيبوه معناتها القلوب صافيه. القلوب صافيه سي تري امبورطون فهمتني ولا. دودو محمد صالح مفتاح، صالح مفتاح معناتها كي يبدا بريم كيما نقولوا احنا غونفلي من عند الرئيس فهمتني ولا. اللي هو حتى شيء معناتها بارابور تو لي بريم اللي موجودين وكل شيء، مي معناتها تشوف دودو عباره 3 اشخاص قاعدين يلعبوا القدام فهمني ولا. تحيه ليه دودو ومحمد صالح مفتاح. اليوم معناتها تلقى برشا عزيمه وملاعبيه كبار. ملاعبيه اليوم هي اللي سهلت للنادي الصفاقسي باش يلقى روحه اليوم في الدوبلي. ثم الاورغانيزاسيون مهمه برشا معناتها. اليوم تلقى مسؤولين كبار في النادي الصفاقسي، هيئه مديره ممتازه زاد كيف كان المرحوم في الاورغانيزاسيون المرحوم عبد القادر الدو كان موجود زاد كيف في التنسيق وكل شيء بين الاداره والملاعبيه. كان على ذمتنا معناتها كل شيء متوفر، كل شيء متوفر مع مدرب خلق جو امبيونس مزيانه برشا باولو روبين فهمتني ولا. رغم انه بين ظفرين معناتها مش المدرب اللي معناتها اللي نقولوا احنا عمل هذا الكل وحده فهمتني كيفاش ولا. كانوا معاه مدربين مساعدين عاونوه كيما سي حسون بالغيث فهمتني، قراسي جمال بالحاج نتذكر فيهم برشا ملاعبيه. كانوا هو كي جا سامحني سفيان جا اوبجيكتيف باش يهز شوبينا ولا كان مطالب يكون في كلاسمون معناتها محترم. احنا شفت 7 ماتشوات الاولانيين كان الديبار نتاعنا النادي الصفاقسي 7 ماتشوات الاولانيين هما تري امبورطون. 7 ماتش نذكروا ضد ليسبيرونس بونتو سيتي ماركيتو انا في 50 سكوند لشكري الواعر في 50 ثانيه. شكري الواعر ومن بعد البونتو الفامو بونتو اللي رجعها هيثم عبيد لشكري وتعدت عظمه معناتها وربحنا 2-1 وقتها. سبيرونس ايكيب ناسيونال وقتها ماهيش جمعيه، منتخب معناتها تفجع لسبيرونس فما بحارس شكري الواعر. تحيه لشكري نتذكر نهارتها شكري ماتش هذاك فهمتني ولا تخلوا سليم شيبوب بيفرج عليه ما عمل فيه وقتها فهمتني ولا. على البونتو هذاك الثاني هو طايح شكري طايح كوم كوا معناتها تضرب وكل شيء تخل سليم شيبوب ما خلى ما عمل من بعد غيره فهمتني ولا. الماتش هذاك كان ماتش معناتها نجم نقولوا احنا اللي عطانا جناحات باش النادي الصفاقسي بدا ياخذ معناتها الليلون نتاعو في اي معناتها سي ان اسوندون بسيشيك معناتها. اليوم ربحت ليسبيرونس في المنزه 2-1 تمركي بونتو في 50 سكوند. ذكر 50 سكوند بين علي بن ناجي توفيق الهيجري هو مرحوم بالرخيصه. هو الباس مش كون من دودو محمد صالح مفتاح معناتها غزلنا كي لعبنا الواحد. انا كي تمركا البونتو ما عرفتش فين نمشي، مشيت لجمهور ليسبيرونس كنت بعيطوا عليه قطعت مشيت جمهور سي معناتها تالمون الواحد ما عرفش فين يمشي تالمون فرحان. 50 سكوند بونتو هذاك يقعد تاريخ ضد جارديان عملاق عملاق نقول بأتم معنى الكلمه من احسن لي جارديان اللي تعداو على تونس فهمتني ولا. شكري الواعر تحيه ليه صديق وربي يطول في عمره معناتها. بدينا من غاديك بدينا الماتشوات ولي فيكتوار وبدات النادي الصفاقسي خلينا نقولوا احنا القاطره. اليوم النادي الصفاقسي حتى الطريقه التكتيكيه باش تقول انت هزينا الدوبلي اليوم الطريقه التكتيكيه معناتها يمكن ان بو سبيسيال في الوقت هذاك. عليه اليوم تلقى حارس معناتها حارس مرمى معناتها ممتاز ناس البدوي، تلقى كيف اليوم سامي طرابلسي معاه
ومع حفظ طرابلسي وتلقى مع الحبيب التونسي في اللاكس، تلقى الهادي لجدل على اليمين فهمتني، ولا تلقى كيف ورشيد بوعزيز كيف في الوسط وسفيان الفقيه، ومعهم شكري طرابلسي واسكندر السويح، ومعهم على اليسار عماد شقرون، وساعات يكون سامي شعبان فهمتني. اكثرية عماد، تحيه لعماد صديقي وعديت مع الدوبلي فرد بيت معناتها من احسن العباد اللي تجي تعاشرهم. والولاد كل محلاهم فهمتني. ولا اليوم تلقى انت الوشواشه، تحيه لشكري طرابلسي، شكري ملاعبي كبير ياسر، قائد فريق اتم معنى الكلمه فهمتني. ولا واسكندر السويح الله مصلي يعني باش نقول لك اسكندر معناتها اسكندر تلعب معاه في متر مربع معناتها، ما عندك حتى مش ساعات كي يعطيك كوره اسكندر في تراجيكتوار نتاع 30 40 متر وتقول مديها لك بيديه هكا معناتها خذ مركي وكاو. بالمناسبه حتى كي جاء من بعد اسكندر بعد دوبلي وكل شيء، جاء عمر بنطار قال له عندك حلين عمر، يا مش تخرج ميور جوار يا مش يقولوا لك دهور معناتها الجمهور تلمو مش يخرجوا راس فهمني. ولا يا بالسلاكه باش تلقى روحك عمل في عمر بن طاهر حتى خرجنا على الواحد على الكيستيون، حتى خرجنا على الكيستيون عمل في عمر بن طاهر. من اللاعبين اللي سفيان انا واحد من الناس نحسدك وبرشا جوارات تصورهم زاده حاسدينك واللي لعبوا مع اسكندر السويح. انا واحد من الناس خلطت عليه شويه خاطر من بعد كي مشى لاسبيرونس نثبت انا نقول اسكندر فلته معناتها فلته كلمه فلته كبيره برشا جوارات عنده هو عاديه معناتها خاطر اسكندر ما شاء الله. دونك هنا مش نحلوا تو قوس موضوع اسكندر السويح اللي هو الحقيقه باش نكون سبونتاني معك برشا. انا اسكندر لغز، اسكندر السويح لغز يعني بعد ما كمل كارير وبعد ما كمل معناتها كورتو ما ظهرش، ما نعرفوش صار انتقال الترجي وكل شيء. هذا كله مواضيع نتاع شارع رياضي سواء في صفاقس ولا في تونس كامله، يمكن حتى في الافريق حتى المسار المغاربه يصير على اسكندر وينه اللي هو كان من ابرز اللاعبين بيان سور في الدوبلي وانت كورت معاه. انا مش نعطيك كلمه اسكندر السويح احكي لنا عليه خويا. اسكندر السويح نحكيو كرويا ثم اسكندر السويح الانسان الملاعبي والانسان. باش نحكي لك اسكندر ما عنده محلاه عبد اول حاجه معناتها اسكندر من العباد الباهين برشا وهكا ورزين وبوكو ساجاس وفدلاك وميم طون معناتها عنده حياه في الفيستير العباد ما تعرفهاش، وعنده حياه في وسط التيران معناتها كيف فهمتني. اسكندر صغير طلع في السيساس لقى برشا محبه من جمهور نادي الرياضي الصفاقسي، برشا محبه، والمحبه هذه راهو كي ساعات تكون ياسر كبيره تنجم تتقلب للضد فهمتني. ولا كواليس انتقال اسكندر للترجي الرياضي التونسي وكل شيء معناتها ماذا بيا ما نخوضش فيها، يعرفها اسكندر ما نجم نلمح اسكندر يعرفها بالقدام ماذا بيا يحكيو لا إليتي معناتها هو اسكندر لزوه نجم نقول لك لزوه باش يمشي للترجي الرياضي التونسي فهمتني. ولا خاطر اسكندر سوايع نادي الرياضي الصفاقسي وجمهور نادي الرياضي الصفاقسي الكل اسكندر تعبدوا عباده. اسكندر كان قاعد في النادي الصفاقسي عنده تمثال راهو تو في باب حر مش لاعب معناتها من الملاعبيه اللي العباد تغني عليه، عباد سميت صغارها على اسمه اسكندر فهمتني. ولا عباد تدخل الاستاد على خاطر اسكندر ما يلعبش راهو مش نفس العباد اللي تدخل اسكندر يلعب باش نبداو واضحين. الجمهور التونسي الرياضي التونسي معناتها حتى قبل في الكيب ناسيونال وصل معناتها زبير بيا تحيه لي من لاعبيه كبار وصل اسكندر يقول لي المعلم يا معلم معناتها معلم كبير دون لو سونس كرويا فهمتني. ولا معناتها ملاعبي اليوم كي يحط كوره باش يعمل باش يشوت كوره معناتها بالاريتي معناتها اسكندر يجم يقول لك مش نحط لك غاديك حتى في لي زونترينمون مع البدوي يبدا حتى الناصر يبدا يحط له يقول له مش نحط لك غاديك، الناصر يقول له يحسب يفدلك معاه يحط له في اللونغ اللي هو يوقف بيه وماركيها فهمتني. ولا لين يتعبوا معناتها خلي في الماتشوات معناتها ملاعبي باش نقول لك كبير معناتها نادي الصفاقسي اسكندر من اساطير نادي الصفاقسي كيف هو كيما حاتم طرابلسي كيما علي معلول اسامي كبار كيما محمد العقربي. دونك هذوما ملاعبيه ما ينجمش الذاكره الكرويه التونسيه وفي النادي الصفاقسي باش يتعدى معناتها هكا انابيرسو فهمتني. لكن كان ينجم اسكندر زاد كيف او ميم طون كان ينجم يكون الشوا نتاعو انه ما يمشيش او ميم طون فهمتني. ولا لكن كلمه لزوه هو يعرفها اسكندر تلز معناتها في برشا مقايضات صارت باش اسكندر وصل مشى معناتها صارت بروفوكاسيون اللي هو وهو مازال صغير اسكندر معناتها مواش اللي عبد نقولوا بلغه الكره مخ معناتها سوليد يعرف مصلحته فين وفين يجم. دونك صارت البروفوكاسيون اللي باش هو يتنرفز ويتغشش وميم طون معناتها البروفوكاسيون اللي صارت وكل شيء تخدمت برشا خدم
باش اليوم هو سنين سليم شيبوب يحب يجيب اسكندر سوايح الترجي الرياضي التونسي معناتها حتى سيد سليم شيبوب معناتها من عشاق الملاعبي هذا معناتها برشا عباد تدخل باش تتفرج عليه في تونس في اي بلاصه يهبط اسكندر كيما قبل حماد العقربي الله يرحمه معناتها الناس تحب تتفرج عليه. هاي صارت له معناتها ضغوطات اللي خلته، لكن اليوم اسكندر فينه في المشهد الرياضي فهمتني ولا نشوفوا اسكندر نتقابلوا ساعات نكلموا بعضنا نمشيوا مع بعضنا، لكن البريفير با معناتها يظهر معناتها قبل قرقت به باش يظهر معايا حتى في اذاعه الديوان وكذا ويجوا وتكلموا وكذا وعملنا دي ستاتيستيك، وحتى كان اسكندر الجمهور ضد برشا وتهديدات كان يجي اسكندر نحرقوا الاذاعه ونعملوا كذا وكذا، لكن اليوم معناتها واحد يو ماست فورجيف معناتها يلزمك تسامح اليوم كجمهور. الجرح ما تنساش اي ما تنجاش الجرح ما يتنساش وبرشا عباد ما تنساش، لكن اليوم شوف انا هيك العام حتى دخلنا حديث في حديث مع المرحوم الله يرحمه ينعم منصف خماخم، صار حديث بيني وبينه على رامي الجريدي ان جرون غارديان رامي تحيه ليه رامي معناتها صار معناتها كان غاضب عليه رئيس معناتها اليوم انت رامي الجريدي قلت له عباره ولدك علي اليوم انت وياه ما تغشش منه تبيتوا لبرا خليه لبرا في الشارع ولدك تجبد له وذنيه وتقول له تفضل ادخل لهنا كيف اليوم اسكندر سوايح فهمني الى متى معناتها اليوم الذاكره الرياضيه وجمهور نادي الرياضي الصفاقسي باش يقعد غاضب على اسكندر سوايح. احنا الكاس ما نقعدوش نغزروا كان للشيره الفارغه نغزروا الشيره المليانه. اسكندر سوايح شعمل في صفاقس جاب تيتروات تغنينا باسم اسكندر سوايح فخر كان اسكندر سوايح. انا كملاعبي معناتها انا يحصل لي الشرف أنا اليوم لعبت مع ملاعبي كبير اسمه اسكندر سوايح معناتها مع ملاعبين اخرين زاد كبار باش نعطيهم ميريت نتاعهم، لكن مع اسكندر حاجه اخرى فهمني ولا حاجه اخرى معناتها بلوس دو كونفيونس بلوس دو برشا تكنيك برشا معناتها. واسكندر سوايح لازم العباد تعرفوا راهو موهبه رباني من هو صغير هكا اسكندر يلعب معناتها ما تبدل فيه حتى شيء فهمني ولا اسكندر سوايح من هو هكاك فهمني يجري شويه يترنى شويه ما كي يلعب برشا كوره فهمتني عنده برشا كوره. اليوم انا من هنا معناتها من ايكو تي في ماذا بيا معناتها يمكن برشا عباد مش تغشش مني برشا عباد اليوم اسكندر سوايح عنده مكان باش يكون اليوم في تاريخ النادي الرياضي الصفاقسي حبينا ولا كرهنا. انا اليوم في ماتش ليكيب دو فرنسا كقدماء لاعبين عملنا المستحيل اليوم باش يجي اسكندر سوايح، لكن تصدمنا وتفاجئنا بردة فعل كبيرة برشا من جماهير النادي الصفاقسي اللي احنا نحترموه. في الاخر كورة من غير جمهور راح حكاية فارغة معناتها فهمتني، والكلمة في الاخر السلطة العليا هو الجمهور صحيح. لكن اليوم جمهور النادي الصفاقسي ولدنا اسكندر سوايح في الاخر ولدنا دمنا لحمنا ما خلوش دمنا ولحمنا زاد كيف معناتها لا هنا اسكندر اليوم الوقت اللي يعديه في صفاقس اكثر من اللي يعديه في تونس فهمني ولا بعد ما توفى ابوه الله يرحمه عم الشادلي الله يرحمه ينام اليوم اسكندر سوايح معناتها متواجد في صفاقس اكثر من اللي متواجد معناتها تلقاه مع عباد وناس واللي يعرفوه الناس الكل في القهوه ويقعد ويفدلك وتحكي معاه. ما يحبش يحكي برشا كوره اسكندر من العباد اما ولكن من المتابعين اللي فاجئك من المتابعين كواليس النادي الرياضي الصفاقسي اسكندر سوايح يعرف كل صغيره وكبيره في النادي الرياضي الصفاقسي هاي فهمني. لكن انا اليوم ثم اشخاص احتراما ليهم هما ما نجمش نجبدهم انا ولا نتكلم فيهم ولا نقولوا احنا كنتوا انتم سبب اليوم باش حرمتوا نادي الرياضي الصفاقسي من اسكندر سوايح باش يكمل كاريره ولا باش اليوم يقعد معناتها خلينا نقولوا احنا في الذاكره الكرويه من الناحيه الايجابيه في النادي الرياضي الصفاقسي فهمت. نحكي لك انا في التسعينات وعامة الدوبلاي وكاريرك في السيساس لي سالير قداش ابري ما نحكيوش على ساليرك انت اما وقتها الجوارات ساليرات قداش لي سالير لي بريم هكا اعطينا امور الفلوس تحبوا نفهموا لي سالير في الوقت هذاك ماهمش كبار برشا ثم اللي نجمو نقولوا احنا حتى لي بريم دو روندمون معناتها بيان سيبلي كيلكو زان ياخذوا بريم دو روندمون مش كبار ونقولوا احنا اللعبه كامله في البريم نتاع الماتش بريمات عملتها سي عبد العزيز قوى في لي بريم دو ماتش تخلي معناتها شويه الكانيوت تاع الشهريه والسالير والماس سالاريال نتاع الملاعبيه تكون باهيه محترمه. بريم الدوبلي قداش؟ شوف ولا يحكي فرق نقول لك بريم دوبلي قداش ولا يضحك
والله يمكن اول مره الاولاد نحكيو على 5 ملايين 5 ملايين بريمو دوبلي 5 ملايين بريمو دوبلي قد هم الاولاد يسمعوا فيا لعبوا معايا كل 5 ملايين بالله خذا حاجه تحت الطاوله يقول لنا برسل تكون اي اما فيها 94 95 5 ملايين البريم تاع دوبلي ابار نص شامبيون نص كوبرا ايوه وعندكم بريمات وسط العام دونك لا وسط العام صافا يتسموا من الجمعيات اللي لمتوا فلوس لي سالير. انا نتذكر وقتها جا معنا صاحبي السبعي جا وقتها نتذكر زاد كيف منير الجيز جا برشا ملاعبيه جاوا لعبوا في السيساس وقتها لي سالير بارابور لي زوتر ايكيب معناتها موجودين نحكيو حتى على ليسبيرونس كلوب افريكان سيساس يقول لك السعوديه معناتها رحمه لي سالير نتاع النادي الصفاقسي بارابور جمعيات اخرين فهمتني خاطر الكره ما كانتش ما ثماش بروفيسيوناليزم كيما توا معناتها ما ثماش احترافيه ما ثماش معناتها هوات كريمون هوات معناتها دبر راسك في سالير تتفاهم فيه انت والبريزيدون ولا الاداره نتاعك وهكا شويه بريمات من هنا ومن بعد باش ولات ثم عقود وثم امور قبل صح ليسونس وكا وتعدى على روحك ما ثماش ما نحبش نعطيتك البريم نتاع الدوبلي فهمتني ولا دونك كل واحد ينيغوسي المساله ريال نتاعو ونجي نقول لك هي التو تصور وقت اسكندر اكثر واحد يخلص نتصور بالطبيعه لا بالطبيعه دلول اسكندر لا اسكندر شفته دلول نتاع رئيس نادي ودلول نتاع رجال اعمال وزاد كيف ومتاع جمهور زاد كيف فهمتني ولا ويستاهل في الاخر فهمني ولا معناتها النادي الصفاقسي خلينا نقولوا احنا النوايو نتاعها تبنى بملاعبيه كبار زاد هذيك النوايو الصحيح نتاعها واسكندر الصويح معناتها حبينا ولا كرهنا. العركه اللي صارت منطقيه معناتها المشكله اللي صارت وانتقاله لوجيك. لا ماهوش لوجيك دون كيل سونس اللي تي لو بلي بريون هو اللي تي لو بلي بريون اسكندر الصويح يلعب في الميلان يلعب في جمعيات وقتها نتفرجوا على الكالتشو الايطالي وقتها ايطاليا هي اللي مهيمنه على الكوره في العالم في اسبانيا تو كان جاي يلعب مع ريال يلعب مع بارسا معناتها اسكندر بخيل وكاو لعب في قطر اسكندر ولعب فهمتني ولا اما اسكندر كان معناتها طموحاته تنجم تكون اكبر من هكا معناتها تفرجوا عليه راهو جمعيات كبار في الاوروب وكان ينجم يكون من الملاعبيه من افضل الملاعبيه في وقته هو يلعب في بطولات كبار برشا معناتها طموحات اسكندر تنجم تكون خير من هكا وكان ينجم يصور برشا فلوس اسكندر فهمتني ولا لكن هي اختيار واختيار راهو اختيار شفت اختيار عن غضب فهمتني ولا تمس اسكندر تمس في كبريائه خلينا نقولوها تمس خليه يمشي للشوا ما نجمش نقول شوا غلط ما نجمش نحكم عليه هنا فهمتني ولا لكن نجم نقول له اسكندر كنت نجم في الشوا هذيك تعرف معناتها اللي خلينا نقولوا احنا شفت النادي الصفاقسي وجمهور النادي الصفاقسي شفتك العقيده شفت ايمان انك الاكحل والابيض ما تبدلوش بحتى جمعيه اخرى في تونس وهذه مشكله كبيره برشا فهمتني ولا معناتها ملاعبي ما عندكش حق جمعيات باش تمشي لهم وصار ديجا مع برشا ملاعبيه ديجا في اخر ايميسيون انا مع محمد علي منصف معناتها شفت معناتها الجمهور بس صارت كي الاكسبتاسيون تاع الجمهور والروتور نتاعو كل شيء برشا صعوبات برشا صعوبات اي معناتها الريفاليتي اللي موجوده بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي ابديه معناتها اليوم نحكيو زاد كيف من عام 71 راهم تهزوا دوبلي في النادي الصفاقسي وعلى فكره معناتها كان الدوبلي هذاك عمي الله يرحمه علي السيسي ودوبلي هزيته انا كسوفيان سيسي في 94 95 عائلة سيسي هزينا دوبلي موجود لكن زاد كيف تشوف الاحداث اللي صارت زاد كيف على يدين النادي الصفاقسي مع الترجي الرياضي التونسي فهمني وايامات الانترفونسيون الشهيره نتاع وسيله بورقيبه والحبيب بورقيبه الزعيم الله يرحمه فهمني ولا يرحمها وسيله زاد كيف دونك هذوما كانوا دي زوبستاكل باش النادي الصفاقسي وقتها يهز الدوبلي تحس بوكو دوبستاكل يا اخي انت عملت الدوبلي احنا لا لي زوبستاكل نعطيك فلاغرونت نعطيك حاجه انت يجيك حكم يفك باش نعطيك كواليس احنا عملت الدوبلي لعبنا ومعناتها تجي في الباركور نتاعنا سي اوني معناتها شامبيون ونلعبوا في الدومي فينال في صفاقس كاس تونس نصف نهائي ونصف نهائي هذاك ربحنا بيلانتيات فهمتني ولا وتعدينا وترشحنا للفينال لكن اللي صار في الفيستير بين السيد عبد العزيز بن عبد الله والسيد سليم شيبوب فهمتني ولا والتهديدات اللي تعرضها لها رئيس النادي واللي خلص فاتوره ياسر معناتها
صعيبه على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني. عبد العزيز بن عبد الله دمر كريمون، خلينا نقولوها فهمتني، ولا في جرة النادي الذي صفاقسي راهو في الاخر سي ان شوا. تهز الكوب، تهز الشامبيون، نهزوا الكوب فهمتني ولا. دونك انت اليوم تلقى روحك هزز الكوب وتهز الشامبيون فهمتني ولا. سي ان بري ابي معناتها. خلص سفيان هذا حق جمعيه خلص روحي خلص ويحرمني حد من دوبلي. خلص شفت النادي الصفاقسي الشخصيات اللي تعدت به الرؤساء الكل راهم كلهم فهمتني ولا، كلهم معناتها عطاو خلينا نقولوها معناتها لازم ثم استحقاق راهو كان مش الملاعبيه، رؤساء الكل اللي تعداو، المرحوم الزحاف الله يرحمه فهمني ولا، توفيق لين اليوم نوصلوا معناتها للرؤساء الكل اللي تعداو فهمتني، حتى بالتسييريه قاعد عامله تضحيات كل عاملين تضحيات معناتها. اليوم شفت اليوم اجتهاد، تنجم تنجح تنجم ما تنجح، لكن الرؤساء الكل عطاو من وقتهم من حياتهم من فلوسهم، ثم استحقاق لازم نرجع لهم، اللي توفاوا الله يرحمهم كل، واللي مازالوا موجودين يعطيهم الصحه وبرافو عليهم. وماذا بيا معناتها ثم عباد ضد فلان وفلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، ما تعرفش شنو الظروف اللي عاش والضغوطات السياسيه. لكن اليوم راك تعمل في الرياضه تعمل الرياضه وتعمل السياسه الرياضيه كيف فهمتني ولا. دونك اليوم الباركور الرياضي مش خالي من السياسه. دونك اليوم الضغوطات يمكن عباد ما سمعتش بها صارت على رؤساء ومسؤولين بالنادي الرياضي الصفاقسي ولا مسؤولين اخرين في جمعيات اخرين، ما تحكيوش ما تجيبش تحكيهم اليوم الى العلن، تخرج اليوم تتكلم في تلفزه ولا في راديو تقول عملوا لي ولا قالوا لي ولا كذا، سان كومبرومي فهمني ولا، باكج كامل فهمني ولا، تيك ات اور ليف ات، خذ ولا اترك فهمني ولا. وهذا نرجع لك هذا اللي صار مع اسكندر سويح فهمتني كيفاش ولا، في برشا وبرشا ملاعبيه. اليوم محمد علي منصر كيقول انا لقيت روحي في الترجي الرياضي التونسي معناتها حبيت ولا كرهت، مش سي با ان شوا. يقول لك انا كان يعطيوني شوا بين زوز ايكيبات ولا 3 ايكيبات نجم نختار فهمتني. لكن اليوم كي نحسبها اني باش ندخل 1.5 مليار للنادي الرياضي الصفاقسي ولا باش كذا، نقول لك تم اختيار سي ان شوا وكهو نلقى روحي رغم انفي موجود فهمتني. دونك اليوم ثم حوايج في الكواليس ما تحكيش في الكوره، والى يوم يبعثوا ما تنجمش تخرجها. اليوم في الاوف نجم نحكي انا وياك احمد برشا حكايات فهمتني ولا، على بيعان ماتشوات موجودين من ملاعبيه من مسؤولين. ما تجيبش تهز راك اليوم. شوف خلينا نقولها بصراحه، ما تجيبش تهز شامبيونا ولا تهز تيتر اليوم وما فماش ميغ ماك، ما فماش باش ما نقولش ما فماش بيع وشراء فهمني ولا، بيع وشراء حبيت ولا كرهت، بين ملاعبيه بين اربيتر بين مسؤولين بين كذا فهمتني ولا، في العالم كامل اليوم في العالم كامل هكا درجات فهمني ولا. وفما حوايج زاد كيف خلي اليوم نفجروها مسكوت عنده مسكوت عليه فهمتني ولا. اليوم برشا شعوذه في الكوره، برشا شعوذه اليوم في الكوره، اي شعوذه كريمون في الكوره، شعوذه سحر وبرشا حكايات اليوم. هي انا كلمه فاهمها ما برشا جوار يمشي جوارات تمشي مسؤولين يمشي فهمتني ولا. اليوم كيف معناتها اللي صار مع البرازيل والليكيب دو فرانس في الكوب دي موند اللي صار معناتها اليوم برشا حوايج ما نحكيش عليه. في فرق نتاع جنوب الصحراء، جنوب الصحراء موجود اليوم، موجود في الفرق الاوروبيه، موجودين في برشا حكايات نعرفوا. لا موجود مسكوت عليه وبرشا موضوع فهمني ولا. ومره عمار جمل حكاها فهمتني ولا عمار، وعجبني عمار خاطر هكا صريح يتكلم عنده ما غيره. لكن اليوم الكره حبينا ولا كرهنا معناتها فما حوايج ما نحكيوش عليهم وما يتقالوش وكل شيء، وما تفهمش علاش شاطه 40 شوطه والجارديان ما تمركي له حتى بونتو فهمني ولا. برا لوج عليه جارديان القاع من المنشفى ولا من الشورت ولا من دبوسه الماء ولا من حاجه برشا حكايات. مدربين احمد مدربين اليوم مدربين يمشيوا ويكونسلتيو معناتها بكل صراحه خلينا نقولوها عليه. انا نعرف سفير، نعرف ليست باغتو، نعرف مثلا ثم نعرف اونترونور من غير ما نسميه طالع مع 4-5 جمعيات بالبي ال ا، عنده شميز ديما يلبس فيها في الجمعيات هذه نسمع بها وموجود ونعرفه صديقي ويمكن كان يتفرج فيها نسلم عليه. شوف الشميز يوفي ويظل يطلع الشميز صحيح، اما بالشعوذه واحد خطر عندك العقليه نلوجوا على القماش نتاع الشميز هذا ما نسلمش عليه. وشكون خيط الشميز؟ هذا ما نسلمش عليه وهذا يا ريت وكا العام ما ركبتش تطير هذا تطير هذا اللي نسمعوا بها ما شعوذه. ما لا يمشيوا شوف مدربين ملاعبيه مسؤولين اليوم موجود في العالم الكل فهمني ولا. في الافريق الفودو
يقولوا له اليوم هنا في تونس وفي المشيخه والعباد وكذا فهمني ولا دونك والعرافه والعباد كل دونك مسكوت عليه لكن هذا موجود. علاش نحكي عليه هذا؟ لانه برشا ملاعبيه تضرت زملاء يلعبوا معاهم تلقى فرد فيستير وهذا يغدر في هذا فهمتني ولا وهذه باش نفك بلاصه ونعمل كذا واللي كيفاش يقول اللي خانته ذراعه يقول انا مسحور هذا بالضبط. هذه علاه حكيت الموضوع هذا لانه في ضرر على المستوى الذهني والبدني والمعنوي والكل شيء معناتها فهمتني ولا يفو كون اغيت تو سا فهمتني ولا هذه معناتها خافوا ربي بكل صراحه معناتها خافوا ربي ما تجيش اليوم يبدا عبد معاك يلعب معاك في الفيستير ونحكي هذه معناتها اون كونيسونس دي كوز ثم حوايج صايره اكتويلمون وماذا بينا الحوايج هذوما فهمتني نتاع بونتوات ونتاع حكايات وكل شيء ثم ربي قبل كل شيء فهمتني ولا ثم ربي ثم حسبي الله ونعم الوكيل. كان واحد عمل لك حاجه خايبه ثم ربي كان عمل لك حاجه باهيه ثم ربي زاد كيف اما ما توصلش تضر فهمني ولا تضر هذا مدرب زميل ليك ولا تضر ملاعبي معاك ولا مسؤول معاك بطرق نتاع شعوذه ولا حاجه وهذه حوايج ماذا بينا علاش جبتوا الموضوع هذايا لاني نعرف برشا ناس فهمني تضرت من شيء وانا شخصيا ضريت منه الموضوع هذا فهمني ولا وما نحبوش دونك موضوع ياسر يمسني فهمتني كيفاش ولا دونك صحيح واحد يخاف ربي تقرا قران تعمل كذا مي الحوايج هذوما مسكوت عليها واو هنا نغزر لهم بعين صحيحه في الكاميرا خافوا ربي ربي هذه مخلق. سفيان لو كان باش نقعدوا نحكيو على الدوبلي وكواليس الدوبلي تحب لنا يا خويا عامين وثلاثه دونك لهنا موضوع الحقيقه برشا ناس عندها برشا اسئله ويحبوا يسالوا. انا حاولت نختصر الاسئله نتاع اغلبيه الناس اللي هما كي قلت لهم انا سفيان ساسي سالوني قالوا لي تعرف انا حتى عندي اسئله محضر فيهم ما ثم ناس خذيت اسئله من القهاوي راه بالله يسال سفيان على البريميت بالله يسال سفيان عملت الدوبليش خذا بالله اسكندر كيفاش كان يعيش دونك قلت لك الموضوع تحب له اشهر فهمت. انا توا اسكندر نسيت باش نحكي لك حكايه نخص حديثك بالخير قبل عمل في عمر بن طاهر عمر يدخل للدوش يهز الدبش نتاع عمر يلبسه وخليه يروح بكب دبا مسكين عمر بن طاهر فهمني عمل فيه عمر سلموا عليه عمر شخص ممتاز عمر بن طاهر وعمر بن طاهر العباد اللي حتى تو تجبد معناتها هانسولي دور بالون دور معناتها عمر ما خذاش حظه كما يلفو ولا اعلاميا انا شخصيا نعرف عمر نسلم عليه. توا سفيان مش ننتقل بيك الفقره اخرى نسال سفيان ساسي مش ظاهر في المشهد الرياضي بمعنى حتى في النادي الصفاقسي جاو قداش من لاعبين قدامى من غير ما نسمي وانت تعرف سفيان ساسي على حسب انا معرفتي بيك وعلى حسب معناتها كاريرك وما شاء الله اللي تحكي فيه هذا الكل زعما سفيان ساسي دخل باش يعاون النادي الصفاقسي والا المسؤولين اللي جاوا النادي الصفاقسي ما كلموش سفيان ساسي باش يكون موجود في النادي. نجم نكون كمدرب والا كمسؤول والا تكون معناتها عندك بوست مش بطبيعه معناتها تكون في بوزيسيون معينه ما تكون في وضعيه اللي سفيان يفيد النادي الصفاقسي كسوا في اللي جون ولا ليكيب سينيور. سفيان ساسي برشا ناس يقول لك سفيان ساسي وين كيما رشيد بازيز كيما برشا لاعبين يكوروا معاك واللي يعيشوا في صفاقس نحكي اللي يعيشوا في صفاقس خاطر اللي خرج لبرا واللي دونك ما تجمش تلوم عليه ما انت سفيان تعيش في صفاقس ولد صفاقس سفيان مش موجود ما لقيناش بعد السنين هذو الكل حتى مره مرينا سفيان ساسي لا في اللوكال لا في عنده نجاوبك محمد بكل صراحه مش نجاوبك. اول حاجه هو اختيار شخصي فهمني ولا الكره ماذا بيا معناتها كملت ساكي حطيت ساكي كملت ذكري الكره نتاعي هزيت ساكي كملنا معناتها اخترت اختيار شخصي. اثنين عمري ما كنت نتمنى روحي مدرب بورتون انا ولد انستيتيو سوبيريور دو سبور فهمتني ولا تحيه العباد اللي قراتني وعلمتنا برشا حوايج دونك انا اختيار شخصي. علاش ما حبيتش نكون مدرب باهي لانك اول حاجه مدرب شفت ما نحبش الظلم وتظلمت في الكوره كي الناس الكل ويمكن ما يخليني معناتها كورت زاد كيف الظلم راه زاد اللاعبين يقول لك الظلم نقول لهم الدوام ينقب الرخاء اما اللي خلاني الاختيار هذا نبعد اني ما نحبش في التدريب ما نحبش نضرب بكل صراحه والاوليه والناس ما نحبش دعشر خليني نقول لك سافو با دير معناتها اونترونور معرض كذا هو اختيار شخصي يا اختي اختيار شخصي. اثنين كمسؤولين صاروا دي بروبوزيسيون ما نكذبش عليك مع مسؤولين مع ناس حكينا وعملنا وكذا وكذا لكن زاد كيف
ما نراش روحي اليوم في إدارة رياضية، ولا نشوف روحي اليوم كمرافق فريق، ولا نشوف روحي اليوم كمسؤول في النادي ريد صفاقس وكل شيء. في الشبان ما نجمش بكل صراحة، معناتها عندي أموري أنا الشخصية واختيار شخصي. معناتها اختار اختياراتك مهنية، فين تكون فين كذا. معناتها أنا ما نحبش نكون ديما في زون دو كونفور، ونؤمن بالديفيرسيتي. معناتها ما نحبش نكون ديما كورة اختيارات تخدم خدم أخرين تشوف على هي الحياة التجارب، فهمتني ولا؟ ماذا بيا ديما نجرب حوايج جديدة، لكن مانيش بعيد على الكواليس نتاع نادي الصفاقسي. نادي الصفاقسي الناس مسؤولين وقت يزو تليفون في استشاره ولا في كذا، راني موجود نحكي نعطي راي نقول راي. عاونت النادي الصفاقسي في برشا كواليس، فهمتني ولا؟ ثم كواليس معناتها حتى كي عاونتهم ما نحكيش فيهم، اللي ما نجمش نحكي في كواليس. في اختيار، في عاونت نادي في معناتها كونتاكت بيان سور ثم دي كونتاكت في برشا امور معناتها، فهمتني ولا؟ معناتها كي تصير حاجه باش المدرب هذاك يجي نجم نعاون. عاونت في برشا مدربين. الناس لا مش لازم تشوف اليوم متخبي سفيان، مش متخبي لا مش متخبي ولا مش كذا ولا في ملاعبيه ولا في ناس. لا اليوم تعاون في ناديك، كأنك انت تعاون في فاميلتك في عائلتك، تخرج والله انا اليوم عاونت وجبت وجبنا وكذا وعندي ميريت في الحكايه هذه. نو اوني لوان بعد على الحوايج هذوما. اليوم النادي الصفاقسي من موقع موجود نعاون باللي نقدر، ومن هنا السيمو اخرين مش نعاود النادي الصفاقسي في موضوع اخر، خليته نهار نجيو نحكيو فيه لهنا يكون الاكسكلوزيفيتي في ليكو تي في. اي ثم مواضيع قاعده تخدم في الاوف في برشا حكايات، فهمتني ولا؟ لمصلحه النادي الصفاقسي، فهمتني كيفاش ولا؟ لكن اليوم اول حاجه الرؤساء الكل علاقتي بهم طيب، احترمهم الكل، فهمني ولا؟ محليهم، فهمني، احترام متبادل بين قدماء اللاعبين زاد كيف المسؤولين اللي موجودين. اليوم ننشط كيف موجود في قدماء اللاعبين، عضو مع الهيئه اللي موجوده في قدماء اللاعبين. النادي الصفاقسي ديما قريب في الكواليس الكل براتيكمون نعرفوها اش تم وما فماش، قريب للجمهور، لي بلوز انفلونس في وسط الجمهور وكذا. نقعد معاهم كي الناس الكل نشربوا قهوه، نرجعوا كلمه نعملوا كلمه نحكيوا كذا. يمكن في الفتره هذه نتاع التسييريه ولا حاجه حتى تقابل مع مسؤول ولا حاجه نرجعوا كلمه نعطيو كلمه بكل احترام، ونقول لهم زاد معناتها تحملوا مسؤوليه في وقت هذا صعيب، معناتها يعطيهم الصحه وبرافو عليهم زاد كيف ما تنجموا كان نشجعوهم. راه وقت ياسر صعيب. نادي الصفاقسي العباد حتى في الكواليس، نادي الصفاقسي راهو قادم على استحقاقات كبيره برشا. نادي الصفاقسي من هنا لجوان راهو برشا مليارات، ما نحبش نقول الشيفر لأن العباد اللي فاهمه راهو المسألة الريال اليوم طلعت شويه. المسألة الريال اليوم نحكيو على 6 مليار دوات في العام، معاهم مليار و200 كيف في البريم دو روندمون زاد كيف 7 مليار دوات و200 للفوت وحدهم، معناتها مش تجيبهم منما سبونسور منما حكايات. معناتها اليوم مهمه صعيبه برشا للتسييريه مع الاخطاء اللي موجودين اليوم في النادي الصفاقسي. انا شيء شفت حتى دخلنا في موضوع عن جبنا النادي الصفاقسي. يا خويا حبوا بعضكم اليوم. شفت كي تخدم النادي الصفاقسي انساه الكرسي، اخدم النادي الصفاقسي تو العباد تحكي عليك وحدها، تو اسمك يطلع، تو الناس الكل تحب تخدمك والكره تخدمك اصلا. اليوم راهي الكره حبينا ولا كرهنا، راهو القدر نتاع مسؤول بالنادي الصفاقسي راهو قدر كبير ياسر، فهمني ولا؟ صحيح البريود الاخرانيه فيسبوك وعباد وناس وكذا وكل شيء، لكن اليوم زاد كيف الاختيارات والشوا لازم تكون مدروسه. ما تجيش اليوم عندك فلوس يا خويا جيب العباد اديكوا ليجين، عباد تفهم في الكره تعاونك في القرار نتاعك الرياضي. اليوم ثم قرار رياضي، فهمني ولا؟ اليوم تعمل في السياسه الرياضيه، اليوم تعمل في السبورت، تعمل في برشا حوايج. اليوم مربوط بجمهور، مربوط بجهه، الاستابيليتي نتاع الجهه زاد مربوطه اليوم بالكره زاد كيف فهمني ولا؟ اليوم ثم ولايه تغزر لك، بلديه تغزر لك، ثم وزاره تغزر لك من غادي، فهمني، ثم رئاسه جمهوريه زاد كيف وضع نتاع بلاد في كره قدر الله تصير تشنج تصير كذا يقلق برشا. دونك اليوم الكره كيما ناس استعملتها لمصالحها الشخصيه، فهمني ولا؟ زاد كيف اليوم زاد الكره يلزمك ثم روتور سير انفستيسمون، يلزمك انت زاد اليوم الكره تخدمها. ما زاد سفيان انا ما نجمش تو مسؤول ولا راجل اعمال، انا عندي فلوس جاي نضخ في اموال النادي، مش نحكي النادي الصفاقسي نحكي بصفه عامه. ومن بعد في الوقت هذايا معناتها الفلوس بالصفه تجي، بعد نلقى روحي نتسب، نلقى روحي في الفيسبوك، نلقى روحي اللي يردي في الكياس معناتها سمح لي في الكلمه يطيح لي قدري. دونك انا خويا اش نعمل؟ انا عندي خويا فلوسي، كان حبيت نعاون اما باش نكون انا مسؤول ونلقى روحي انا سامحني في الكلمه اللي يسوى ما يسواش، نلقى روحي انا في السباب نقول خويا اش لازمني؟ هاني حاط فليساتي، اوكي نادي صفاقسي ولا ترجي ولا الافريقي ولا النجم ولا اجابس نحبهم، وقت يستحقوني موجود. شوف
اليومنا في الكوره ديما نرجع لك، الكوره مربوطه بالسياسه، ثم حاضنه جماهيريه حابين ولا كرهنا. اليوم كي عندك فلوس وانت تعرف روحك علاش قادم في الكوره، فهمتني؟ دي شوا مش تاخذهم في وسط الكوره. اسكو انت سؤال كي تنجح احمد اليوم مش يسبك حد، ما يسبك حد راه مش ديما مش ننجح. شوف لا شوف النجاح نسبي معك صحيح، ما اليوم لو بورسونتاج نتاع النجاح لازم يكون يفوت 70%. باش يفوت 70% بالعباد اللي يكونوا معاك ويخدموا معاك الكوره، فاهمين الكوره. راهو شفت الكوره راهي كواليس كبيره برشا اليوم الكوره، فهمتني ولا؟ راهو اليوم الكوره ما تقفش على النادي الصفاقسي كجمعيه، اليوم شكون عندك في الرابطه، شكون عندك في الجامعه، فهمتني ولا؟ شكون عندك في لجان التحكيم، اليوم الملاعبيه لي زاجون اللي تخدم معاهم بيجيبوا لك ملاعبيه، لونترونور اللي مش تجيبوا اسكو لي كومباتيبل مع العباد اللي جبتهم ولا؟ اليوم انت باش تعمل لو ساتور نتاع الجمعيه، اسكو اليوم انت لعبت كوره احمد، انت تعرف اليوم معناتها الاسيس ديفونسيف نتاعك والميليو تيران واحد لازم يكونوا نون كومباتيبل، لونغروناج ما يركبش بيناتهم، ما تنجمش تخلق اليوم جمعيه، فهمتني ولا؟ ريال مدريد جابت اسمها ملاعبيه كبار برشا ونجوم العالم ما نجحتش. اليوم انت الاختيارات اليوم اللي يقول لك ثم نسبي صحيح، لكن اليوم زاد ما تجيبش تكون الملاعبيه الكل دي ستار وكل شيء تجيب الملاعبيه معناتها اليوم عباد اتليتيك، عباد تكنيك، فهمتني ولا؟ وعباد تكنيسيانات تعرف تقف في الطيران وكل شيء صحيح، تولي دي ملاعبيه هوموجين معناتها عباد تجم مع بعضها. اليوم هذاك هو شوا. اليوم علاش انت تجي مسؤول وتحب تعملهم انت الكل، انت ماكش فاهم الكوره، فهمني ولا؟ مع كل احتراماتي اليوم الكل، فهمني ولا؟ راهو الكوره تجم تقراها، تجم تفهمها، تجم سافو با دير اليوم سفيان سيسي لعبت كوره راني نفهم عندي الحقيقه الكامله. اليوم انا اليوم باش نعمل كونسلتينغ نتاع ميليو تيران معناتها ديفونسورات ولا ميليو تيران ولا حاجه، نجم نستشير عباد لاعبه خير مني واكثر مني ونستشيرهم، مش معناتها انا عندي الحقيقه الكامله. نشد رئيس جمعيه نجيب اليوم لجنه فنيه معايا، مش انا اللي نتاخذ القرارات ونشوف كذا. اول حاجه نحمي روحي بها، فهمني ولا؟ مع جمهوري ومع ناسي. ثاني حاجه الاستئناس بالراي الاخر والراي المخالف مهم برشا اليوم في الرياضه، الاستشاره مهمه، الكونسلتينغ مهم ياسر اليوم، فهمني؟ دونك اليوم زاد كيف اليوم ديزاجون عبثت بالنادي الصفاقسي، لازمهم يبعدوا عن النادي الصفاقسي، ما يكونوش موجودين لا مع الملاعبيه لا مع المسؤولين. المشكله مش فيهم هما صفية، المشكله في اللي خلالهم التيران، خلالهم اليوم باش هما ينجموا يقولوا احنا جبنا على البريزيدون اللي يجيبوا فلوسهم يجيبوا سيدي ما ضربك حد على يديك، تجيب فلوسك وتصرفهم في النادي الصفاقسي. هي العلاقه وين علاقه ربحيه، انت شرابح انا شرابح. نطلع واحد عنده فلوس يا سفيان 2026 سلكناها. شو قبل في سياسه البلاد ايامات الله يرحمه زين العابدين بن علي، الكوره لهنا راهو رئيس جمعيه عنده معناتها حصانه كبيره برشا كرئيس جمعيه، راهو رئيس جمعيه في مقام والي، انت فهمت؟ رغم انه مش كيف لكن اليوم عنده وزن كبير ياسر، بوفوار كبير ياسر، فهمتني ولا؟ اليوم انت ثم عباد مع كل احتراماتي كان يعرفهم حتى واحد كيما انا قبل ما نلعب كوره ما يعرفني حد، لكن كي تلعب الكوره وكل شيء اليوم انت العباد تعرفك باسمك بكذا بمشاريعك فينك اش تعمل ما تعملش. اليوم الكونجونكتور بتاع البلاد خلات برشا ناس عندهم فلوس وما يحبوش يدخلوا في الكوره، يقول لك انا خليني متخبي خويا مش نعري على روحي تو ومش يجيوا العباد ومش يشدوني ومش يعملوا لي. يا اخي اللي صار مع سي عبد العزيز مخلوفي انكسبتابل اليوم، فهمتني ولا؟ اليوم كنادي كرئيس نادي اللي صار فيه كواحد مع كل احترامات القانون فوق الناس الكل، معناتها اللي صار القانون فوق الناس الكل، لكن زاد كيف من جهه اخرى زاد كيف ثم رؤساء عملوا خلصوا، ثم رؤساء ما عملوش وزاد خلصوا فهمتني كيفاش؟ صح. اليوم صفاقس توزن ولا في المشهد الرياضي ديما توزن كمدينه؟ لا احمد لا، اليوم صفاقس ما توزنش. خلينا نقولها لك دوزيام جرانفيل في يا تحكي لي دوزيام وين احنا كنا؟ في المشهد الاقتصادي تبدلت، في المشهد السياسي تبدلت، ولا الكابيتال هي في المشهد الاجتماعي تبدلت. صفاقس اليوم قريه كبيره بابا، خلينا نقولوها. اليوم تتفرج على الكياسات وتتفرج على الانفراستركتور وتتفرج على البنيه التحتيه نتاع صفاقس مع كل احتراماتي، راه المجالس البلديه وولايه والناس كل معناتها اليوم راهي صفاقس قريه كبيره. يا حسره كي كانت المدينه الثانيه في تونس واشعاع اقتصادي كبير برشا واشعاع رياضي كبير برشا، كان حتى على المستوى الافريقي راهو النادي الصفاقسي معناتها وصل سيطر
على القاره الافريقيه في الكاف، في كاس الكاف، فهمني ولا؟ دونك اليوم الموازنه صعيبه برشا، صعيبه برشا على المستوى الرياضي وعلى المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي. يا اخي كله مربوط ببعض، وحبينا ولا كرهنا. راهو اليوم جماهير النادي الصفاقسي ثم نفور كبير برشا. فدت العباد، فدت الناس، الناس باش تشيخ بالتيتروات. انت اليوم كرجل اعمال يا اخي الناس كل ما فرحوا بيهم، راهو اللي تهزوا على رسب على اكتاف جماهير النادي الصفاقسي وعملوا اسم باسم النادي الصفاقسي، فهمني ولا؟ ويستحقوه، راهو الاسم هذايا، تعبوا وعملوا ودفعوا وعملوا كل شيء ويقعد لهم للتاريخ. انت اليوم هاي الحاجه المهمه برشا. انا اليوم بحثك علاش؟ ثم تاريخ وكهو. انت كيف اليوم كمسؤول، اليوم صغارك مش تحكي عليك على تاريخ حطيته في النادي الصفاقسي، فهمتني؟ الصوره اللي قدمتها والمشهد اللي قدمته وش عطيت للنادي الصفاقسي، حابين ولا كرهنا. دونك الاستحقاق هذايا، فهمني ولا؟ راجع بليزيور فاكتور، برشا حوايج. اليوم اي مسؤول ليه الشرف انه يكون بالنادي الصفاقسي كيما اي ملاعب، سوف كو الحاجه اللي لازمها تتبدل. علاش نحكيو في هذا الكل؟ نحن يتبدل هي المنظومه الرياضيه على المستوى الوطني. هو هذا اللي حبيت اليوم السياسه الرياضيه لازم تتبدل. اليوم الجمعيات لازمها تخرج من بيوت نون لوكراتيف، معناتها يهزي فيه البركه. اليوم الجمعيات لازم تكون مؤسسه، يتبدل القانون الرياضي معلم، يهزي فيها البركه، سي فيني. بدل يا اخي سبوا ما نجموش نبدلوا، ما نجموا نبدلوا يا اخي. شنو يا اخي باش نصنعوا قانون؟ شنو القانون يا اخويا؟ العباد لا جايه تبيض لا شيء، ثم اليات نجموا نشوفوا اسكو العباد هذوما قاعده تدخل فلوس باش تبيض في فلوسها في النوادي وفي الجمعيات ولا لا؟ والاليات كل تونس مل عليها ولاده موجودين، تكنولوجيا موجوده، اسمه الوزارات موجوده، العباد الاكفاء موجودين. اليوم يزي بدلوا القانون الرياضي في 1000 بركه. ها ولا هنا سيد الوزير، سيد رئيس الجمهوريه، بالله بدلوا لنا القانون الرياضي، خلي الجمعيات تتحرر كريمه، فهمني ولا؟ ويزم الضغوطات نتاع الشخص الواحد وشويه سبونسور منا ولا مدو منا. اذا النادي الصفاقسي اليوم لاحق ولا جمعيات، ثم جمعيات مش لاحق. اليوم بخلاف الترجي الرياضي التونسي الجمعيات الكل تسييريه معنا، تسييريه. دونك الانبوبات الحمر الكل شعلت راهي اليوم في تونس. ديبان عجيجه ديباني بخلاف السيد حمدي المدب اليوم. ليسبيرونس يمشي حمدي المدب، اوكي تنجم توفروا حد اللي يهزوا حمدي المدب ما نجم حتى انسان اخر تو يهزوا مع الترجي الرياضي التونسي. خلينا نقولوا استحقاق عنده، فهمني ولا؟ تو سفيان انا عندي مده نتاع 7 في بالي 8 سنين تالي شفتك في راديو ديوان فام وقدموا لنا بالتحيه. انا ديجا معناتها الراديو هكا خدمت فيه ونسلم على الناس الكل. بعد سفيان غاب على الاعلام، تصورنا لي سفيان باش يدخل الميديا وبتاتر في الكوره، بتاتر معناتها مش تختار في الاخر اناكس معناتها باش تختم عليه. بعد نلقاو سفيان مش موجود في لحظه فص ملح وذاب. شنو اللي صار؟ انا جبدنا الميديا باش نحكيو الميديا ككل. الميديا نتاعي بديت تجربتي مع اذاعه صفاقس مع سي زهير بن صالح، كانت قبل وتجربه كانت باهيه. وتحيه اذاعه صفاقس قبل كل شيء. ومن بعد التجربه نتاعي بدات مع اذاعه الديوان، فهمني ولا؟ وكا على محليها حلوه، تجربه محليها. تحيه لكل الزملاء في ديوان فام، شرفتني كنت في اذاعه بارمي لي كرونيكور. ابتدى كيف عندنا برودكسيون تاع دي زيميسيون في ديوان فام. تجربه حلوه والله، حتى العباد تعطيهم ميريت. هي سببها صاحبي كلمني قال لي معناتها تحبش تعمل تدخل معناتها كرونيكور مع ايميسيون في راديو ديوان فام، ايميسيون رياضيه وكل شيء. قلت له بي بوركوا با. هو تحيه لي حمادي الواتي فهمني، تحيه ليه. ودونك بدات التجربه وقتها كلمني كريم مقني ودلندا، تحيه ليهم كريمه ودلندا. دلندا هي رئيسه مصلحه الرياضه بديوان فام. وبدات التجربه انطلقت معناتها ايميسيون كتجربه، فهمني ولا؟ وانطلقت الانطلاقه هذيك مع ديوان فام. تجربه حلوه برشا. خدمت في ديزيميسيون معناتها سبورتيف وديزيميسيون معناتها كولتوريل زاد كيف معناتها حلوين. والتجربه هذه تعديت فيها مع برشا
برشا انيماتور ديزانيماتور باهين كيما كريم مقني، كيما حاتم كزبار، كيما محمد القرقني، كيما احمد شبير، فهمتني ولا ديزيميسيون حلوين. وكان على راس الاذاعه السيد عباس المسدي، معناتها تحيه ليه، معناتها مدير كفء، معناتها مرحله اللي تعدينا بها مرحله مزيانه برشا. وكان لديان سي تري امبورطون، الكلمه هذه ذكر فيها برشا ناس، لديان نتاع ديوان فام، لديان صفاقس صفاقس معناتها. وكان التوجه نتاع الديوان فام حتى الطلوع لتونس انه فما خلينا نقولوا احنا كما قالوها جاليه تاع صفاقسيه، كلمه خلينا نقولوها كما هي، ثم 800,000 حسيت ولا اكثر معناتها صفاقسي في تونس. وما فهمتش علاش التوجه تبدل برشا معناتها هكا. تمنيت انه لديان يقعد كما هو، لكن لظروف نعرف انها اقتصاديه ولا ماليه، فهمتني ولا تخليك تتحل اكثر. لكن التجربه كانت مده 6 سنوات في ديزيميسيون حلوين، عطوني فرصه ونقول لهم بارك الله فيكم على الفرصه اللي عطيتوها لي وعلى التجربه، علمتني برشا حوايج. تعرف انت قدام ميكرو، فهمني ولا تتكلم جايبين سفيان ساسي. اي عادش اليوم سفيان ساسي، بالعكس تنجم اليوم اسمك سفيان ساسي وما تعرفش تتكلم. لكن اليوم الديوان فام عطتني فرصه وهذبت برشا حوايج فيا معناتها على المستوى الاذاعي، فهمتني، وتعلمت برشا حوايج دي تكنيك في الديوان فام حلوين برشا. وبالمناسبه تحيه الرئيس تحرير مهدي بن عمر اللي هو معناتها زاد كيف كان ليه يد كبيره برشا في ظهوري الاعلامي، زاد كيف وحسيله معناتها شرفني برشا اني اليوم كنت في الاذاعه الديوان فام، وان شاء الله الديوان فام تستحفظ على الديانه نتاعها. اما العباد اللي نحب نقولوا ان العباد اللي في وسطها معناتها سون دي جون تري كومبيتون معناتها، فهمتني ولا، كيلك سوا في قسم الاخبار، كيلك سوا في قسم الرياضه، كيلك سوا في قسم الديجيتال، معناتها في كل شيء معناتها عباد تري كومبيتون وتفورميو بالكدا. وبرمي الاذاعات اللي متحصله على لي زون 9001 ستركتور نتاعها نتاع الاداره منظمه برشا، فهمتني ولا، ولي زومبيسيون نتاعها كبار برشا. الديوان فام مالوريزمون فما برشا عراقيل اللي ما خلتهاش اليوم في المشهد الاذاعي تكون معناتها هي صحيح دي كونكيرون اليوم مع موزايك مع يافام مع برشا، مع جوهره، مع برشا حوايج، وخذيت راهي بلاصتها في المشهد الاعلامي. راهي ديوان فام حبينا ولا كرهنا، فهمتني ولا، عندها جمهور وعندها ناس وعندها كل شيء وعندها عبادها. لكن ديما نقول واخذات نتاع محبه، راهي مش نتاع حاجه اخرى، فهمتني ولا، الاختلاف اللي مش قضيه صحيح هكا هو تو سامبلومون. ان شاء الله سفيان ترجع لنا المشهد الاعلامي، خاطر الناس اللي كيفك راهو يفيدونا احنا، وكما انا زاد تو ديبيتون يتسمى في الميديا، الناس اللي كيفك انت راهو مستحقينهم، احنا زاد كشعبك تشوف الاختلافات والمشاكل وكل شيء، دونك مستحقين الحقيقه ناس كيفك انت سفيان وبرشا ناس اخرين كومبيتون نلقاهم في الميديا، خاطر توا راهو المعلومه ولات توصل بالتليفون، ولات توصل تو الحياه كلها ولات ديجيتال، تو ما عادش الحومه تويك ولات ما عادش تسمع منها حتى شيء معناتها، فهمت، توا تشري تليفون تشكرولي تسمع معلومات. دونك هنا احنا مستحقين حاجه مهمه معناتها الميغراسيون تاع ديوان فام من اول اذاعات اللي مشات للديجيتاليزاسيون، فوالا سامحني، اللي اختارت عالم الديجيتال. ومن اول توجهاتها معناتها ملي حطت ساقيها في الميديا عارفه لي ان جور لي لا فام معناتها بيشوفها، ومعناتها بارمي لي سيرفو اللي موجودين في وسطها بكل صراحه استحقاق معناتها هذه حق معناتها. هو مهدي بن عمر رئيس تحرير معناتها توجهات والفيزيون نتاعو ياسر مهمه، حتى العباد اللي معاه في مجلس الاداره وكل شيء فيزيون ممتازه. زي كيف عباس المسدي كمدير كان في وسطها معناتها يظل خلى فراغ كبير برشا اللي في ديوان فام حبينا ولا كرهنا، فهمت. لكن تنجم اليوم ديوان فام بالوانها بناسها بعبادها تكون معناتها عنصر متميز في المشهد الاعلامي ان شاء الله. سان في بليزير سفيان، محلاها قاعده معاك ومحلى الحديث معاك، كما قلت انا ونعاودها لك مره، الحديث معاك راهو يطول ويطول ويطول وما نجموش نمنعوا حتى 10%. ربي يوفقك وان شاء الله ربي يخليك. ربي يوفقكم. ايكو تي في عجبتني برشا الفكره، مولود محلاه. الفكره راهي الناس الكل نبداو صغار ونكبروا، فهمني ولا، ان شاء الله نشوفوكم في اعلى المراتب، وان شاء الله التوجهات نتاع ايكو تي في فهمني ولا تكون واضحه
سي تري امبورطون، والاديان يكون نتاعها واضح واضح. وسام في بليزير اني اليوم كنت ضيف معاكم، وتحيه لكل الجماهير اللي تفرجت علينا، فهمني ولا؟ وان شاء الله نكونوا ضيوف خفاف عليكم. يعيشك سفيان، سبحان خير.